هذه وقتاش على بالهم؟ على بالهم من العام اللي شرى لابارتمون، من 2000 او من 1999 او 98 او 96 كي شرى لابارتمون، على بالهم بلي يشريها بالطريقه القانونيه، مخلينه يستغلوه في الوقت المناسب. الان يجيك يقول لك هاد المسؤولين عندنا 800 مسؤول عندنا عقارات نتاوعهم شراوهم بطرق مشبوهه. وش معناتها؟ معناتها تحايل على القانون الفرنسي، وبالتالي حجز هذه الاملاك وكلاك بوبي. معناتها هذو 800 اللي راهم يمعنوا عليهم، انا نقول لهم مسحوا لكم فمكم، يفتحوا لكم قضيه في العداله. قال من اين لك هذا؟ لابارتمون اللي شريته في السازيام 8 مليون و 500 اورو، منين خرجت الدراهم؟ منين جبت الدراهم فلوس؟ برر لي، يعطيني. وبالتالي القاضي يحكم عليك بحجز هذه الاملاك وغرامه ماليه. زيد يضربوك ب 500,000 اورو غرامه ماليه، تولي خاسر لابارتمون زائد الغرامه الماليه وكلاك بوبي. قصه هذه جديده؟ ماشي جديده. المصالح الفرنسيه على بالهم، ولكن استغلوها وخرجوها في الوقت المناسب. وهذا السبب اللي خلاني نقول لهم يا جماعه راكم مخنزينها، استروا رواحكم. هاكم تفضحوا في رواحكم، استروا رواحكم. انتم عاطين الاعلام الزريبه، عاطين للناس خارجين اليوم وكاله الانباء يسبوا كذا وكذا، زايدين يزيدوا الطين بله، زايدين يوخذوا فيها. يا ربي راكم دايرينها، راكم مخنزينها. العبد الضعيف سعيد بن زدير انا على بالي باملاك الجزائريين في فرنسا، اقسم بالله غير على بالي بها وانا في الجزائر. قبل ما نخرج من الجزائر انا في 2007 المرحوم اسماعيل العماري داير قائمه تاع المسؤولين اللي عندهم املاك في فرنسا، عنده قائمه بما فيهم بنته امل العماري، وبما فيهم صحابه وسابه وابن عمه وكذا، داير قائمه ليسته. الليسته هذيك عندي كوبي منها. قائمه هذيك تاع المسؤولين اللي عندهم املاك في فرنسا وفي سويسرا وفي الخارج، عنده قائمه تاع كل المسؤولين. هذا في 2007 اللي كانت القائمه صغيره مش كبيره. من 2007 الان راهي ضربت في 10.